يا ترى ايه الثلاث حلول الفعالة اللي ممكن توفر لك في فاتورة الكهرباء؟ وازاي مشترك كهرباء ممكن يوفر لك في الفاتورة بنسبة ممكن توصل ل10%؟ واخيرا ازاي تنتج كهربتك في البيت وبشكل رخيص؟ وانا هنا ما بتكلمش على الخلايا الشمسية. ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب. ونعمل ايه في فاتورة الكهرباء الغالية دي؟ هقول لك في الحلقة دي 3 حلول هيوفروا لك في فاتورة الكهرباء. ومش بس كده، ده احنا ممكن ننتج كهربتنا في البيت وبشكل رخيص. ونبدأ بالحل الأول، وده هيوفر لك 10% من الفاتورة. وانا بسمي الحل الأول ده ما تهدرش كهربتك. هتقول لي ايوه، الكلام القديم ده اللي هو يطفي نور الأوضة وانت مش فيها ونغير اللمبة بالعادية بلمبة LED الموفرة. كلامك قديم وانت راجل منزل. اقول لك عاوز الجديد يعني؟ طب شيل الفيشة من الشاحن والتلفزيون. هتقول لي بس يا عم دول طافيين مش شغالين. اقول لك بيسحبوا كهرباء برضه، بيسموها طاقة الستاند باي او طاقة الفامباير انرجي. انت شايف يا ابو خالو الاسم العلمي بتاعها فامباير، مصاص دماء. الله على كده، التلفزيون، الميكروويف، البلاي ستيشن، اللابتوب، الكمبيوتر، كل دول اللي الفيشه راكبه في الكهرباء ليل نهار بيسحبوا كهرباء وهم مش شغالين اصلا. يعني عندك مثلا الميكروويف ده، لو الفيشه راكبه في الكهرباء ومش شغال وسبناه لمده سنه، بيستهلك كهرباء كانه شغال 1460 دقيقه في السنه. يعني حضرتك كانك بتطرقع فشار فيه كل يوم لمده سنه. وده مثال بسيط خالص كده عن ضغط الفامباير. لو جمعت كل الاجهزه اللي في البيت هتلقاهم بيكلفوك 10% من فاتورة الكهرباء. عندك مثلا في أمريكا من 20 ل 40 جهاز بيسحبوا كهرباء وهم مش شغالين في كل بيت. طاقة الفامباير دي بتكلف أمريكا لوحدها بس 4 مليار دولار في السنة. سمعك اللي بتقول طب الحل ايه؟ اقول لك الحل ببساطة، اي جهاز مش شغال نشيل الفيشة منه، او نشتري مشترك زي كده نركب فيه كذا جهاز، بحيث بضغطة زر واحدة نطفيهم كلهم. وكمان الانجليز عملوا حركة ذكية، الفيشة اللي زي دي اللي جنبها زرار، بحيث اضغط عليه كده فصلت الكهرباء، وللامان برضو. ونخلي بالنا يا ابو خالو من الاجهزه اللي بتسحب كهرباء كتير، زي التكييف، التلاجة، المكوى، السخان، الكتل. عندك مثلا التلاجة بتستهلك 15% من فاتوره الكهرباء عندك. عشان كده احسن حاجه نعملها مع التلاجة نظبطها على درجه حراره 4، والفريزر على -15. دي احسن اعدادات تحافظ على الاكل عندك ونستهلك كهرباء اقل. وما تفتحش باب التلاجة كتير عشان ما يحصلش تسريب للهواء، وتأكد ان الباب مغلق باحكام عشان برضو ما يحصلش تسريب. واخيرا نظف فتحات التهوية الخلفية من التراب عشان دي بتصعب الشغل على التلاجة. عندك كمان التبريد والتكييف بيمثلوا 25% من استهلاك الكهرباء عندك. عشان كده عملنا حلقة مفصلة ازاي توفر في كهرباء التكييف بتاعك بنسبة ممكن توصل ل 40%. يا ريت ترجعوا لها. وانت لو لاحظت يا ابو خالو هتلقى ان في حياتنا فيها اهدار كتير. يعني واحد عشان يعمل كوباية شاي واحدة تلقاه يملى الكتل على الاخر، والكتل ده مصيبة في سحب الكهرباء. يا سيدي املى على قد الكوباية. ده غير كمان غسيل الهدوم، مش لازم مية سخنة في الغسيل كل مرة. وهنا تكت الهدوم ممكن يساعدنا ان احنا نوفر كهربتنا. زي مثلا التكت اللي قدامكم ده بيقولك ان تغسل الهدوم عند درجة حرارة 30، والمكوة لو هيت يعني حرارة قليلة، ملهاش لازمة الحرارة الكتيرة. ده بيقولك تحت كمان زي ما انتم شايفين دراي فلات. يعني ايه؟ يعني اغسل الهدوم انشرها البسها على طول، مش محتاج مجفف اصلا. الحل رقم 2 يا ابو خالو، في ظل غلاء الاسعار اللي احنا فيه ده، انا مسميه خليك استغلالي. لا ما اقصدش تستغل الناس، اقصد تستغل كل منح ربنا اللي اداها لنا. يعني مثلا ربنا رزقنا بالشمس طول السنة، بنعمل بيها ايه؟ اقول لك في ناس ذكيه بتطبخ بيها. بدل من انبوبه البوتاجاز او البوتاجاز الكهربائي اللي بيخرب بيوتنا في فاتوره الكهرباء، لا انت ممكن تعمل فرن شمسي. وهنا ممكن نعملها بادوات بسيطه زي الكرتون، الورق، الالومنيوم، والزجاج. عارفين فكرتها زي ايه؟ فاكرين زمان واحنا صغيرين لما كنا بناخد ضوء الشمس ونركزه على ورقه تروح تحرقها؟ هي نفس الفكره. هي نفس الفكرة برضو، بناخد ضوء الشمس ونركزه بس بنستخدمه في الطبخ هنا. زي تكنولوجيا كده بيسموها طاقة الشمس المركزة، الكونسنتريتد سولار باور. وممكن نستخدمها في طبخ الأكل زي كده أو كده. لو حابين تعملوها في البيت هكتب لكم بالتفصيل الطريقة في التعليقات. وعلى نفس الفكرة برضو ممكن نركب المروحة الشمسية، ودي مروحة بتحول طاقة الشمس الكهرباء تشغل لك المروحة. وخلينا ازودها انا من عندي يا ابو خالد واقول لك حاول تركب خلايا شمسيه. سمعك اللي بتقول غاليه ومش متاحه دلوقتي، اقول لك هي فعلا غاليه. اقول لك مع الوقت هتوفر لك فلوسك، وفلوسك اللي حطيتها فيها هترجع لك في فتره من 5 ل 8 سنين.
ده غير كمان ان انت هتنتج كهربتك بنفسك، فاعتبرها يا سيدي ان انت بتستثمر في كهربتك. انا اعرف ناس انجليز في بلد ما فيهاش شمس مركبين خلايا شمسية، فما بالك عندنا ما شاء الله الشمس طول السنة. في واحد بيقولك ان خلية شمسية في الوطن العربي بتنتج كهرباء اكتر ب3 مرات عن خلية مثلا في ألمانيا. ده في كمان دلوقتي سخانات مية شغالة بالطاقة الشمسية أحسن من السخان الكهربائي اللي يعتبر مصيبة في سحب الكهرباء. الحل الثالث أنا بقول ما بدهاش ننتج كهربتنا بنفسنا. في جهاز شفته جميل جدا بتملاه بمية البحر زي كده ويديك كهرباء ونور كشاف لمدة 100 ساعة، اسمها لمبة المية أو لمبة الملح. هو حل حلو طبعا لو الكهرباء قطعت او في مكان ما فيهوش كهرباء. فكرته ببساطه كيمياء كهربائيه، محلول فيه ايونات بنسميه الكتروليت حوالين اقطاب انود وكاثود بيتحلل ويدينا كهرباء. ده ببساطه خالص كده. وهنا ميه البحر او الميه بملح تعتبر الالكتروليت ده. لكن احقاقا للحق يا ابو خالو ان الفكره دي او اللمبه دي مش صديقه للبيئه. المغنيسيوم اللي جواها بعد كل 100 ساعه لازم نغيره وده غالي. يعني اللمبة على بعضها ممكن تكلف 20 دولار، المغنيسيوم لوحده ب10 دولار. لكن زي ما قلنا هي بتحل أزمة وتستخدم مية البحر الموجودة بكثرة أو الملح زي الناس دول، بحيث ممكن الواحد يذاكر عليها يعمل شغل عليها أو حتى ممكن يشحن موبايله في عدم وجود كهرباء. سمعك اللي بتقول بس سؤال رفيع يا ابو خالو، هم ليه اصلا يشتروا موبايلات وما عندهمش اصلا كهرباء؟ اقول لك في ناس يعني تموت في المنظره، تلقاه فقري ومش لاقي ياكل ومعاه ايفون. لو في حد من اصحابك تنطبق عليه المواصفات دي اعمل له تاج في التعليقات تحت. ونرجع دلوقتي للمبة المية او لمبة الملح. لو حابين تعملوها في البيت هكتب لكم بالتفصيل محتاجين ايه. واخيرا هختم الحلقة بكهرباء تسلا المجانية. تخيل كده معايا يا ابو خالو انت قاعد في الصحراء او في مكان نائي وتليفونك فصل شحن ومش معاك الشاحن، واذ فجأة تليفونك يشحن لاسلكيا وبشكل مجاني. دي كانت فكرة العالم العبقري تسلا المعروف بأبو الموجات اللاسلكية. الراجل ده كان عنده فكر ان الطاقة الكهربائية تبقى متاحة لكل الناس على هذا الكوكب وبشكل مجاني. لو حابين نعمل حلقة مفصلة ازاي جات له الافكار دي ونتكلم بالتفصيل عن كهرباء تسلا المجانية اكتبوا لي في التعليقات تحت. ويا ريت لو ليكم اي تركات نوفر في فاتورة الكهرباء بشكل عملي تكتبوها لي برضو. ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي. وفقرة الشعر النهاردة ان ربنا هيجبر كسر قلبك مع الدكتور ماجد عبد الله. تعالوا نسمع بيقول ايه. وتمر اقدار الحياة ثقيلة فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها. فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها حتى وإن طال البلاء هدها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها حتى وإن طال البلاء هدها. طال البلاء وهدها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير والسلام عليكم. علم تيوب is good. Alma Tube is good.